إخواني أسعدكم الله، بقدم الآن رسالة لكل من أمه عايشة وأبوه عايش وهو عاقم فيهم. أتمنى من كل من يرى مقطعي سواء رجل ولا امرأة، اتركوا الدنيا وما فيها وانصتوا الكلام زين. أنت وأنت يا من الله أنعم عليكم وأكرمكم بأن والديكم أحياء، أمك بين يديك، أبوك بين يديك، أنا أمي في وسط هذا القبر، هذا قبر أمي. تقدر تسولف معها، تقدر تضحك معها، تقدر تهديها، تقدر توديها، أنا ما أقدر لأنها تحت هذا القبر. أبوك تقدر تقعد معه حتى تحب رجله، أنا ما أقدر. هذا قبر أمي، رابع قبر هذاك قبر أبوي، هذاك قبر أبوي. يعني أنت الآن عندك مفاتيح لأبواب الجنة، أمك وأبوك. أنا وغيري خسرنا هذه المفاتيح، إذن الله اصطفاك منا، جنتك بين يديك، أبوك أوسط أبواب الجنة بين يديك. يقول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. أنا الآن مكلمكم، ودي الآن أطلع جنتي من هذا القبر، وأطلع أوسط أبواب الجنة من هذاك القبر، ودي أمشيهم، ودي أهدي، ودي أقول ميدهم لو يسمعوني، لا ودي أقول ميدهم سامحوني، بس إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. أنت الآن والديك بين يديك، ارضى الله برضاهم. أنت يا من عاق في والديك، وأنت خذوا العبرة من غيركم. ودي إنها عايشة، ودي أجلس معها وأسولف معها، أكلمها وأقولها لبيه وسعديه، ودي أشم ريحة رجلها، ودي أتسامح منها، اسمعت ينفع، ودي أضمها، ودي أضمها ضمة لا يعلم بها إلا الله، بس راحة الله يجعل هذا القبر نعيما لها. إذا أنا أمامكم أبكي على جنة خسرتها. إذا أنت وأنت الجنة بين أيديكم تعقون فيهم، والله لو رحلوا من هذه الدنيا إن كل منكم سوف يعض يديه ندم. إذن الآن تدارك نفسك واطلب الرضاء من الله ثم منهم. روحوا لهم الآن، ضم أمك، ضمي أمك وأبوك، اهدوهم، اجلسوا معهم، بروا فيهم، عوضوهم عن سنين شافوا الضيم والهم والنكد بسبتك أنت وأنت. إذا تبي التوفيق، تبي السعادة وتبي الراحة في طاعة الله ثم والديك. أنا كان ودي أمر الآن أقرب محل هدايا واشتري هدية وأجيبه للغالية وأقدمها، بس ما عاد لأنها رحلت وأبوي رحل. إذن الآن أنت تقدر، أسألك بالله مر أقرب مكان الآن وخذ لك هدية بسيطة لو وردة، قدمها لأمك وحب رجلها، والله ما تنام الليل بسبب بتفكر، بتكون سعيدة، بتكون مبسوطة لين ولدها ضناها حس فيها. يوفقك الله ويوفقك الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط الباب الجنة، فإن شئت تحفظ هذا الباب أوضعه. فأبوك بين يديك وأمك بين يديك، تداركوا هذا النعيم اللي في بيوتكم، اللي أنا تمنيته في بيتي، ولكن للأسف أسأل الله أن يرحمهم وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وما دام الله أنعم عليك أنك تسمع كلامي، هذه نعمة من الله. قم الآن واطلب السماح من والدي، وبعدها بتبشر بالخير. أمك وأبوك بين يديك، هذا قبر أمي، 1 2 3 4 هذا قبر أبوي. يا أخوان، صدق إن الدنيا ما تسوى إحنا نشيل هم فيها. الهم هنا لما ننوضع في هذا القبر، في قبر متر في متر، الأبناء والزوجات والوالدين والأخوان والأقارب كل سوف يتخلى عنك. أنت بالحالك تجلس في هذا